أول شي هارد لك جمهورنا الحبيب والعزيز، هارد لك إلنا، هارد لك لكل العالم اللي مقهورة هلا اللي متضايقة. عن جد ما بعرف شو بدي أقول، مسخرة على مهزل اللي صار. هذا الشي مو نتيجة ولادة هي السنين، السنة ونص اللي استلم فيها كوبر أو الكادر الفني الجديد أو اتحاد كرة قدم جديد. هي نحن عم نعاني منه من 40 و50 سنة. كرة القدم السورية أو الرياضة السورية عبارة عن أوهام. نحن يعني نحن لازم يشيلونا من خارطة كرة القدم والفيفا والألعاب كلها. خلص نحن نطلع برا، نحن ما دخلنا بعالم الرياضة كلها. فشل فشل ذريع. الشيء اللي صار اليوم عن جد شيء معيب جدا. ما بعرف مين بده يتحاسب، مين لازم يتقاضى، مين لازم يكون له محاسبة أشد المحاسب. يعني كل شيء مسؤولين عن الشيء اللي صار، عن تشويه اسم سوريا وتشويه اسم منتخب سوريا اليوم لازم يتحاسب. الشيء اللي صار ما له منطقي. لك العاب يا أخي، 5-0 خسران وخسران، فايت مهزوم قبل ما تبلش مباراة. ما بعرف يعني فايت أنت بروح انهزامية قبل ما تبلش مباراة. ما شفنا السومة، ما شفنا هيسار، ما شفنا خليل الياس، زكي العم، كل اللاعبين، العجان، الويس كارثي اليوم، كارثي يا جماعة. واللي حارس المرمى هذا جديد اللي انظلم انه لعب اليوم. ما بعرف الشيء هذا مو منطقي. يعني حرام حرام الشيء اللي صار، والله حرام. وعود وشعارات ووطنيات وبيع كلام وحكي. يعني معيب جدا، معيب جدا يا شباب، والله معيب. كل اللاعبين خالصين، يعطيكم العافية. كفيتوا ووفيتوا. خالصين، ما عاد بدنا نشوف نفس الأسماء، نفس قيادات. هي قيادات كلها حتى لو انقالت هي اليوم رح يرجع بظن أسماء نفسها قديمة رح ترجع تكرر نفسها. هيك ما رح يمشي الحال. بدنا ثورة بعالم الرياضة السورية، ما في كلام. لازم يكون في انتفاضة. انتفاضة يعني تغيير. العالم اليوم مقهورة كتير. يعني نحن يا جماعة 3 سنين ما عاد نشارك لمدة 3 سنين بآسيا. رح نلعب مع منتخبات متدني تصنيفها بآسيا. رح ينزل تصنيفنا لأنه نحن رح نواجه هاي المنتخبات، إن كان مينمار، جوام، كمبوديا. ما بعرف هاي المنتخبات اللي نحن للأسف صرنا متساويين معها بهمة الشباب اللي كانوا عم يقيدوا ملف كرة القدم، واللي عم يوعدونا انه رح نتأهل على كأس عالم وعرضات والله حيه. مو هيك تنبنى الرياضة. مو هيك يا شباب. اليوم اليابان عم تتسلى فينا. اليوم الجمهور الياباني قاعد عم يحضر فيلم كوميدي مبسوط، عم يضحك علينا. هزلية، ضعف، قلة ثقة، انهزامية. لك مو هيك يا شباب، والله مو هيك. عم نشوف منتخبات جيراننا، العراق، الأردن، كيف عم تشتغل، عم تعمل، عم تلعب كرة قدم يا أخي، مو مثلنا. شو هذا؟ والله معيب. للأسف 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 محاسبة لكل شيء له علاقة بالشيء اللي صار اليوم. شيء كارثي، شيء معيب جدا، شيء معيب جدا. للأسف للأسف يعني حرقة كبيرة اليوم اللي صارت. والله والله العظيم حرقة كبيرة. والله ما بعرف يعني هذا الكلام بدون تحضير بدون أي شيء، يعني طالع من القلب يا جماعة. والله العظيم مزعوجين مزعوجين اللي صار. يعني وهو صحيح متوقع، بس ما فيك ما تتضايق، ما فيك ما تنقهر. يعني شيء انت منتخب بلادك ما راح يشارك، ما عاد في اي بطولة، اي مناسبة. لا بدك تأهل لكأس آسيا هلا القادمة، بدك تلعب مع هي صف المنتخبات المتدنية. رح مثل ما قلت رح ينزل تصنيف. فمين هذا المدرب اللي رح تعاقدوا معه رح يقبل يتعاقد معنا كرمال يلعب مع منتخبات ضعيفة وما لها تصنيف؟ ما بعرف يعني ما بعرف. الإقالة مو حل، الإقالة مو حل وما راح ترضي فينا. المحاسبة وعدم تكرار الأسماء، عدم تكرار الأسماء للمرة الثانية عم أقولها. هارد لك لإلنا وهارد لك لسوريا. ما بعرف، إخفاقات كتير كبيرة، إخفاقات عن جد. شي مزعج، شي مزعج كتير. والله العظيم مقهور من جوات قلبي. بتمنى نشوف شيء. بتمنى هاي الأسماء كلها تبعد عن ملف الرياضة السورية. خلص يغلق هالملف. نهتم بالقواعد. اللاعبين السوريين اللي برا نعرف ننتقيهم إذا عن جد هن رح يقدموا لنا فائدة، مو نجيب واحد نسفره وكذا وما نعرف قراية أبوه من وين. هارد لك وشكرا كتير لكم حبايب القلب، شكرا كتير. ولا تنسوا من دعم القناة، لا تنسونا. شكرا كتير.